حدود اول شيء اللي خص يعرفوه الناس هو ما معنى حريه التعبير والتفكير. عندك الحق تعبر على الراي ديالك الحر والمستقل كيف بغيتي، في قضايا سياسيه اقتصاديه اجتماعيه، في الدين، في اي موضوع اعطي رايك من حقك، ولكن ما يحد هذه الحريه هو حريه الاخرين وحقوقهم. ما عندكش الحق تعبر على راي كتدعو فيه الى كراهيه شخص اخر او قتله مثلا، انا كتولي في الجرائم الالكترونيه. اذا نمارسوا حريتنا بلا ما نمسوا بحريتنا. كاين الان المشكل هو انه الصحفي بشكل عام هو كان عنده احتكار ديال اداه النشر. هذه اداه النشر مع وسائل التواصل الجديده ولات عند ايها الناس. دونك هذا هو هنا الاحتكار اللي كان عند الصحفي دار. الصحفي اشنو هو الفرق بينه وبين المواطن العادي؟ الصحفي مكون من الناحيه المهنيه كيفاش انه يتاكد من الخبر، كيفاش ينشر، كيفاش يحرر الى ذلك. كاين تكوين اخلاقي كذلك، وما هو اخلاقي بعض المرات كيكون عنده سلطه اكثر على ما هو قانوني وعلى ما هو مهني. اذا الان المشكل اللي كاين كما قالت سناء هو انه المجتمع ملي ولا في يده هذيك الاداه اللي هي ديال النشر اللي كان عند الصحفي، لانه اللايف كلمه اللايف كانت كتقال في التلفزيون عند الصحفي، ولات اللايف عند ايها المواطن. انا ما كنقولش خص تكون حريه التعبير، لا، في اطار نقاش مجتمعي يدور بين فئه واخرى حول مدى صحه متابعه بعض المنتسبين للجسم الصحفي بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافه، وهو نقاش مجتمعي سبقتنا به مجتمعات اخرى كفرنسا على سبيل المثال، ويدور حول مدى الحدود الفاصله ما بين ما يعتبر عملا صحفيا نحمي بمقتضيات اجرائيه منصوص عنها في قانون الصحافه، وما بين يعتبر من باب ممارسه حريه التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يشكل يعني فعلا كما جميع الافعال الصادره عن الاشخاص والتي يتحمل فيها مسؤوليه الشخص الصادر عنه في اطار القانون وما يكفله القانون للاشخاص من افعال مباحه او مجرمه. وبالتالي فقول بانه الحدود الفاصله ما بين ممارسه العمل الصحفي هي محدوده ومؤطره في اطار قانون الصحافه والنشر كما حددت الماده الثانيه التي حددت بوضوح وبشكل صريح ان مزاوله الصحفي لعمله يتم بوسيلتين اثنين، هما عن طريق اما مطبوع دولي مكتوب او مصور. في اطار نقاش مجتمعي يدور بين فئه واخرى حول مدى صحه متابعه بعض المنتسبين للجسم الصحفي بمقتضى القانون الجنائي وليس بقانون الصحافه، وهو نقاش مجتمعي سبقتنا به مجتمعات اخرى كفرنسا على سبيل المثال، ويدور حول مدى الحدود الفاصله ما بين ما يعتبر عملا صحفيا نحمي بمقتضيات اجرائيه منصوص عنها في قانون الصحافه. توقع مشكل ما يسمى بالادسنس، انني خصني نرفع عدد المشاهدين باش نربح فلوس اكثر، خلق مشكل كبير جدا في العالم. باش نرفع نسبه المشاهده خصني نقول اشياء اللي ربما ما خصهاش يتقال والبعض فيها كاع يعني كيسيء للشخص بنفسه. هنا تخلط الصحفي مع اليوتيوبر، ولا الصحفي ما بقاش في مصلحته انه يكون صحفي الا بغى يطلع الادسنس، فولا كيمارس سلوكات ربما كتسيء ليه قبل ان تسيء لغيره. اذا شايك يوقع مشكل ما يسمى بالادسنس، انني خصني نرفع عدد المشاهدين باش نربح فلوس اكثر، خلق مشكل كبير جدا في العالم. باش نرفع نسبه المشاهده خصني نقول